صباح الخير، هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو وروتين جديد. اليوم حبيت اشارككم الروتين مالتنا لليوم. يوم عندنا دوام طبعا، الاطفال كلهم راحوا للمدرسه، البلبل دا يغرد وما يخلينا نحكي، ومحمد راح ويا انيتا لان انيتا لسه ما تعودت بعد ما خلص اول اسبوع بالروضه الجديده. هاي هم يتعود، الطفل ما يتعود، لازم اول اسبوع الاهل يبقون ساعة كاملة ويا الاطفال حتى يعني ما يخافون ما يستوحشون وهيك الشي. وانيتا ما شاء الله دا تبكي. ما نحكي هواية، شكرا جزيلا لكل متابعين بهاي القناة وقناتي الاولى، وصلنا الى 300 ألف. طبعا شكرا جزيلا لكم، تعليقاتكم ودعمكم، كلماتكم الحلوة بالتعليقات هو هذا أكبر دعم إلي حتى أبقى مستمرة وياكم وأقدم لكم فيديوهات حلوة خاصة بالقناة الأولى. هنا روتيننا ويومياتنا ننزلها ونشاركها وياكم. خلونا ننطلق، خلوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة إذا مشتركين، فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وخلونا ننطلق اليومنا. طبعا أنا تريقت وشاركتكم الريوق مالتي والنظام الصحي الجديد بالانستغرام، وشاركتكم اياه بالتيك توك، وهسه هم راح انزل لكم اياه هنا. شنو كان فطور اليوم؟ ولازم اسوي غدا للاطفال. اليوم حابه اسوي تشريب احمر وتمن. خلونا ننطلق بدون حكي هواي. هو انا حكيت كومه واقول بدون حكي هوايه. الدومي بعده نايم، وحاليا انا وحدي، انا والعصافير ولافي. فتعال خل اشوفكم شوي العصافير. شوفوا هنا كلش انطلقن. هنا بهذا مكان هني الجديد، شوفوا كل البالكونه سويناها الهن. تسمعون؟ دائما يغرد بعد ابد ما يسكت لانه ارتاح بهذا المكان. يلا غرد غرد. هنا طبعا جبت الجهاز مال المشي، هنا خليته، هنا خليت هاي على مود لانه البارحه من اني دا امشي 45 دقيقه شاركتها ويا متابعيني على التيك توك، هم نسولف وهم نحس بالوقت. وخليت الجهاز هنا لان بالنظام الجديد انه لازم امشي من 30 الى 45 دقيقه. يلا احكي. ايه اول شيء اسويه انه انا غاسله الملابس وخلصت بالغساله. خلونا اسوي الحبل. عندي حبل مؤقت سويته هنا بالبالكون، من نشر ملابس اخليه، من ينشف الملابس اشيل. ادوني القنايم منها انا اخلص. مرة ثانية طبعا غسل الملابس ما يخلص عندنا نهائيا، انتو هماتين هيجي. خلصت الملابس، هسه نجي للغرفة لازم اعزلها. خلصنا تعزيل الغرفة، خلونا نروح للمطبخ. بس خل ابدل ونروح المطبخ. جينا الأكثر مكان يحتاج وقت. هنا الإضاءة قوية، ما أدري شنو صار. اليوم حابة أطبخ لهم مثل ما قلت لكم ومرقة حمرة، يعني لحم وطماطة. طلعت اللحم هسه، هاي طلعت شتين، ما نخليه يموعن بين ما نكفكف شغله. كان تجي انو ها انو يلا سولفينا على الروضة. اني لعبت هي ترى بعد ما تبكي. هي حبابين صدق؟ معلم حباب لعبنا بالليغو. ايه وهم
لازم نسوي هاوس ولازم نسوي كبيرة أوتو. إيه. حكيت وياه وبعدين هاي لسه واحدة رسمة. ايه إيه. وبعد وبعدين شو وقت يداومون دوام كامل؟ باكر نيع قالت لي عوف نيع. ها إيه. باكر تبقين وحدك؟ إيه. عافية بأنه شاطرة. وهم ايش قالوا؟ مو هم عندهم هم عندهم قانون ما اعرف باكر هم نفس الوقت. يلا انه دبي جنطتك. لازم همين ننام وكل شيء. بعدين لازم يو على ننام يو على بيت. وبعدين هم دك لازم ناخذ. ما حد شايفه. اوكي دانكشن. انه شو تقولي للمتابعين؟ اقول لهم اذا تريدون توقفون اهلكم يروحون البيت يلا. اذا تريدون يعني ما تخافون. اذا ما تريدون يعني تخافون. وهسه انتي ما تخافين؟ ايه ما اخاف. الحمد لله. نيع باكر نيع. اوكي حلوة الروضة مو؟ ايه. اوكي محمد ايش بيك؟ شلون تحكي انه انا اروح نيع انت ياو للبيع. هاي انه من هسه يابا مناشده بليز او بدون ليز المهم شبس. ايه يعني اتوسل بيك ايه تساعديني حتى ما اكل. انت ضعفان اليوم تو نرد اقول لك. هي لان ما متريق بس. ايه عافية. والله لان بس ما متريق. ايه لا تاكل. زين والشغله الثانيه انه منا وهيك راح اعيش على الجهاز. والله على جهاز الطاقة الشمسية. اي خلاص هاي عندنا البارحه لان وصلت مرحله انه اكو ناس دائما يكتبون لنا انتم ايش قد تاكلون؟ ها ليش ما مسوين ثريد؟ ها ليش ما تاكلون تمن؟ ليش ما تاكلون خبز؟ ليش ما تاكلون؟ ففكرت وبحثت ولقيت انه لازم شنو؟ نعيش على الطاقه الشمسيه. هذا منو الحلو؟ باع هذا دي باع عليك. صافن يقول ايش دا يسوون؟ قاعد بهدوء ايش عجب. اسمه جديدة. رسمية. شلون ايش رسمتي؟ انا ساعدتك انا. مو هاي هو رسمها المعلم. ايه معلم. هسه اقول الاسمه مالتي. مالتني الرسمية. لا انه حلوة كيوت. هي مالتي اعطيني شو اعطيني؟ مالتي اني. مالتي اني. واو هاي مال بارحة. مال بار بعد ايش قد حلوة. هاي دودي. اني هاي مالتي. مالتي. خلينا نشوف رسمة انه. شنو خلت تشرح لي؟ شنو هاي ايش رسمتي؟ أنا رسمت هذاني ABC ورسمت هذا التليفون هذا التليفون؟ اي اسم التليفون ام. ايه وهاي باقي وسويت شمسة هاي هذاني بلومن؟ واسمي. واو هاي اسمها كاتبته انه. هذا دومي ايش راس منه الله شنو هاي؟ دنيا باع السمك. يبدن اكل خطيه جوانات. يعني انا لين قلت لك اترس الحوض ما ترسته؟ لا والله مو هنا القصد. يعني عناد؟ تعاند؟ لا عناد خطيه. اوكي انا اليوم اخلي. ما تقدر تروح نياو. تريد قهوه؟ على ونياو. راح اسوي لك مثل البارحه. اتكيت. يا بعد مثل البارحه همي نخليهن هنا تنقلب القهوه شويه وتطلع وحده تدعى علي البارحة هم سويت نفس هاي الطريقة مال القهوة واخذتها للهول والكوب مالت محمد شوية طفر من عنده. قلت له هاي شنو صار الرسمتين. قلت له هاي مرة وولد. هاي عندك مرة وعندها طفل دا تدعي عليك.
هو صور فيديو طبعا عقدته ما اعرف نزله لو لا. فهاي هيك شويه ريحه القهوه تطلع اكثر لما يسوون هي شغلات واتيكيت وهاي نشربها على رواق على قولة اخواننا السوريين. الدنيا ما صارت هاد شيء هنا؟ صار لك هاي طفرة وحده اليوم. دويره. هاي بشارة خير. يعني هاي تشكليت. هاي فرحة. تشكليت يعني. ماما على قولة اني حتى بص الحركة هاي اليوم. انت شنو سويت؟ هاي من نزعة. اني. صدق؟ والله. ليش؟ ماما يلا سبحين دوما؟ سبحين؟ يلا هسه سبحك. انت لمينا طريقة بهاي اللوضة وانا بهذيك اللوضة. شادم. روح مياو. ليش انت؟ فارقة وهي وصديقها. ياو وين مياو؟ انا بديت اروح بهاي اللوضة على طيب، مدى بالضبط. ابويا بس هسه لعب بهذيك اللوضة. يلا عادي لعبوا هنا بالحديقة باع لا في صعد يبوع. عادي عوفي شمسة انو عوفي بابا. خليت اللحم بالهذا نظفت وكملت كل شيء ما شاركتكم كل التفاصيل شويه منها. فهسه سوي الغداء ادي هاي ضلوع اغسلهن اخليهن على النار وبعدين راح انقع التمن. ادم ليه تقول ديدو؟ ادم انا اقول للبابا ديدو. هاي لين انا اقول لمحمد ديدو وهو عمات له. طب وآدم بقر هم ما عنده مكان. اراويكم هاي شفتوها الطريقة من قبل انه نريد احنا نسوي مرقة حمراء مال طماطة ويا اللحم. هاي بس نقص الطماطاية هيجي ونخليها بالمايكرويف حتى شنو تصير سهلة. بعدين نقشرها ونثرمها ونخليها. شوفوا هسه نقشرها بكل سهولة. ماما ايش تسوي من اكل؟ ثم المرقة البنكة هناك بغرفة حنوش لو على ميز شاشة روح جيبيها من المطبخ صغيرة على ميز شاشة. ايه لا حنوش يعمل مبردة شاشة اخذتها. هاي الايام كلش حارة كلش. انا قلت اشتري مكيف والله بداية الصيف بس محمد اخذ على ايدي قال لا ما نشتري شو نسوي بيه. بس والله جتنا ايام كلش حارة خاصة هاي الايام للصبح البنكة مشتغلة. ويقولون ما تتحمل البصل ودموع البصل ما تتحمل العيال. العشقة صعبين العيال. هسه انعميت اني وعيوني قام يخرن وخشمي وكلهن. الله يساعدكم. من يقول حبوبتك؟ ايه جدتي تقول. هسه ما اريد اذكرها بشيء. جدتي تقول ما تحمل البصل ما تحمل العيال. لازم تتحملون البصل. يعني تخيلوا امام الزوجات راح يصير بيهم خوفه. تخيلوا امام الزوجات روحوا ثرموا بصل وشوفوا. هسه شوفوا شلون قشرناهن طماطم. هذا القشر راح نذبه. هسه ذبيناه كل المي هو والزفر ماله. وهذا ادم ونرجع. يسوي نشيد وطني. اي خلي ايده يغني ادم. اغسل الجدر ونرجعه ونخلي له هالمره مي فاير بس قليل هماتين قليل الى ان يستوي. محمد هنا يجمع بصل. شو لك بيه هذا؟ كشور شو بصل. اسوي؟ هذا يصير بروتين لل شور البصل. ايش راح يصير تحط عليه؟ سماد قصدي. ايش راح تحط عليه؟ بس مي وعوفه باكر اسقي بيه. مي فاير ارجع اخليه حتى يستوي. واحنا خلصنا عمرنا نذب كشور البصل وما نستفاد منها. هاي محمد جاب لكم طريقة جديدة حتى تستفادون من كشور البصل. هسه هنا نقطع هاي الطماطم. شوف السكينة هي مايعة وذايبة. الكشور وخرناها حتى شنو نحمس اول مرة البصل
وبعدين نذب الطماطة، وبعدين معجون زوفيزو كل الأحوال يعني. ولو كان عندي حمص أذب عليها حمص، بس أنا اليوم راح أسويها بلا حمص حتى ما تصير ثقيلة حيل. جبنكة هنا وجبت المبردة لأنه حار مو طبيعي، والمطبخ صغير تعرفون. فهسه بعد ما نظفناه شفتوا اللحم، هسه نخلي البهارات. أول شي نخلي بهارات صحاح. هاي هنا عندي شوية نص وحدة ينسون، لأنه شنو اليانسون ريحته قوية، فنخلي نص وحدة. هنا عندي نوم بصرة، أكيد فتحناهن بالسكينة شوية نوم بصرة، وهيل وعود قرفة بدون ملح. قلهم هلا شلونكم؟ نم. اي اليوم جاي نسوي نم هنا. هذا بصل، يلا قل لهم. اي هلا يلا. نم. اي جاي نسوي نم. هنا طماطة عندنا، وهنا بصل. نم. اي وهذا تمن. واو. واو راح نسوي نم طيب. اي اي بعد. وهنا هم عندنا الله حلو نم. وهناك ملح. اي صحيح. بعد شو تقول لهم دومي؟ وين المتابعين؟ انت شو تقولي لهم عنه؟ راح اقول لهم حطوا لايك، حطوا لايك الماما وحطوا لايك، مليون لايك بالقناة ماما، ومليون لايك بالقناة ماما. هسه داخل زيت زيتون حتى احمس شويه، مو هواي لانه هواي الضلوع دسمه. اي وهسه شويه نخلص الغداء وراح نروح برم. عندنا شغله هناك لازم نخلصها. ها أمسك حضرتي. ايه قالت لي انه لا منك، قلت لا. ايه ماما بدها تطبخ اكل، قلت ايه. اوكي. وبعدين هي قالت راح اجي من المدرسة. خوش يلا هسه الغداء راح يصير. واو اوكي قولي لها الغداء جاهز، اصلا ما حد خابر عنه. هسه حمسناه اللحم ويا القرفة والنوم بصرة والهيل، وداي نضيف بالبصل. ويا البصل هسه اضيف كاري. وهذا فلفل اسود شويه. عندنا البصل زين ويا البهارات، نضيف الطماطم. هسه بعد ما ضفنا الطماطم نضيف معجون. هسه اخر شي حمسنا المعجون والطماطم، اخر شي المي. خلصنا المرقة تماما، رجعنا على التمن. راح اطبخ التمن اليوم زيت جوز الهند. بس شوفوا هذا الجدر جديد، راح اراويكم الطريقة. اكو ذيك مرة طريقة القبق قالوا ما تصير عندنا لان مو كل الجذورة نفس الشي. شوفوا هسه شلون نخلي القبق مال هذا. هذا الجدر نخليها هيك، شوفوا هيك يقعد القبق. هذا الجدر شلون نخليها؟ خليها هيك. شفتوا شلون الفرق؟ هذا شوفوا هاي مال القبق خليها هنا، وهذا لا خليها هنا. هم كالعادة تمنا قرفة وهيل حتى ما يطفر علينا الدهن ويفترس المطبخ. ملح. نسوي الزلاطة مالتنا بين ما يستوي التمن. زعفران للتمن، راح يخلص الزعفران شلون بيه. هسه حبايب قلبي خلنا نتغدى. سلامكم العافية. نبدل بعدين
ونروح عند موعد كلش مهم يعني بأوراق وهيك شغلات، وبعدين نكمل لكم روتيننا العصر. حبايب قلبي خلونا هسه نروح نخلص شغلاتنا ونرجع لكم حتى نخلص روتيننا. ما راح اصور لكم برا حتى نخلص روتيننا بالبيت، شغله سريعه ونرجع. اليوم راح اسوي لكم اصابع الشوفان الصحيه. شنو نحتاج لها؟ هسه راح اخذ الشغلات اللي احتاجها وعندي قسم بالبيت موجودات وراح نسويهن. اذا واحد على مود جوعان او يطلع او مو وقت الاكل وهاي ياخذ له اصبع واحد يشبع، مو كل الاصابع ياكل من اصبع واحد. تقريبا شكلها يصير مثل هاي بس هاي بالشوكولاته. شنو هاي دومي؟ اوكي انت شايل لنا اياها؟ يلا تعال. اي بلو بيري. هذا بلو بيري وهذا افوكادو. هاي الزبده بالضبط دهن الحر، يعني الزبده البلديه من تاخذوها وتموتوها. محمد مستمر بالشغل بالزرع. هنا يردون يعرفون دائما يقولون سووا لنا روتين كامل بس على تنظيف الحوض وشلون تهتمون بالحوض وبالسمك. يابا الحوض هسه كل 6 اشهر ننظفه مره. كل 6 اشهر؟ ليش؟ لان هسه كبر الفلتر عندنا. صار كبير. هذا كبير كلش كبير. راوي لهم هذا الفلتر شوفوا كلش كبير. تقريبا ياخذ 10 لترات مي. وشوفوا كل من يقل هذا المي اللي يطلع من الفلتر يعني معناته شنو؟ يعني وسخ، يعني انترس هذا. لازم ننظفه. اي هسه محمد دا يدور على سمكه ضايعه عنده خطيه. هاي كل مره تجي. هذن الجدد اللي اشتريناهن اكو وحده ضاعت ما ندري وين راحت. كلها الكناس، الكناس مالتنا كبرى. وين الكناس؟ شبير فاير. ايه فيش. هاي سوينا لنا سندانه. طبعا مي دائما نسقي ذني من هذا من الحوض يسقي الزرع. المكون الاساسي باصابع الشوفان هو الشوفان. تعالوا نحضر اطيب اصابع وصحيه وماكو جوع وياها. تقدرون وين ما تروحون تاخذون وياكم. اذا فات عليكم وقت الغداء وقت الريوق اللي عنده دوام ما يلحق، دائما هاي الصبح واحد ما يلحق، خاصه شموسه خليش تاخذين من عندها للمدرسه، صحيه وطيبه وتشبع. شنو يا ماما؟ اصابع الشوفان واساس صحيه وطيبه هسه نسويها. شوفوا المواد الجافه اللي نحتاجها لاصابع الشوفان هي الشوفان، اللوز، بذور الحب الشمس، هنا أنا عندي العنب المجفف او الزبيب. وبعد بقت بكيفكم انتم شنو تختارون، فواكه مجففه تقدرون تخلوها، بالاضافه الى التمر راح اجيب هم اخلي كم حبه تمر نقطعهن، والكم الاختيار المشمش، اي فواكه مجففه، التين، شنو تحبون تقدرون تضيفون وياها. هسه جبت هذا التمر، اول شيء نفلسه نسوي قطع صغار مربعات. هسه كملنا التمر قطعناه، هسه نجي نقطع اللوز. هسه نخلي الشوفان هنا بهذا البايركس او الصينيه مال الفرن، ونضيف عليه كل الحبوب، اللوز. بعد انتو تردون تخلون جوز، هاي المكونات اللي ويا الشوفان هاي بقت حسب ذوقكم، انتو شو تريدون تخلون خلوه. هذا الحبوب مال بذور عباد الشمس نخلطهن. بقى عندنا الزبيب او العنب المجفف، هاي هنا عندي الحبايه طويله، هذا جبته وياي من تركيا، هم لازم اقطعه لانه كلش طويله الحبايه. ها باي وين باي؟ باي. هسه يجي حشوش وياخذك باي. قصتنا اجانا عسل. هسه انتو بكيفكم، يعني اذا ما عندكم نظام صحي تختارون اي عسل. نخلي مقدار 7 خواشيق او 7 ملاعق عسل، عينك ميزانك. ما كملناها مزج، نفرشها بالصينية وندخلها للفرن حتى تتحمص. احتاج واحد يجي يطفي لي التليفون. ما احتاج شيء.
هسه نريدهن شويه يتحمرن ونطلعهن 15 دقيقه نحسب، لانه الفرن كلش حميته. اذا ما حامين الفرن تقدرون تخلوها فتره اطول. هاي عندنا 500 غرام، فناخذ نصها واحنا ماخذين منها قبل شويه. نجيب اي نوع زبده عندكم للطبخ للاكل ونضيف القطع على العسل. يعني بدي كمية زينة من الفانيلا، كل الطعم مبين بيها. وهسه نخليهم على النار. الوقت تحمص عندنا الشوفان وصار اشقار بهذا الشكل. شوفوا نضيفه هنا لانه احتاج الصينية افرغها واخلي بيها النايلون. نضيف هاي الفواكه المجففة. بعد ما صار دافي الخليط نديره على الشوفان والمكسرات والفواكه. نغلفها بالنايلون. مرة ثانية نغلفها بالنايلون. هسه بعد ما غلفناها ندخلها للثلاجة. تقدرون تدخلونها مدة ليلة كاملة. انا راح اخليها 20 دقيقة حتى اكمل لكم الفيديو بسرعة. نجيب السكينة ونقطع حسب الشكل اللي تحبونه. هي اصابع، بما انه هي اصابع فنقطعها هيك. ان شاء الله عجبتكم الطريقة واستفاديتوا منها. هاي وجبة غذائية كاملة، انطوها لاطفالكم للمدرسة وشوفوا شلون راح يشبعون بيها وما يجوكم ميتين من الجوع. فان شاء الله باكر راح اخلي الاطفال. هسه راح ارجعها للثلاجة، بعدين اطلعها واغلفها بالاكياس النايلون واخليها هم بحافظة وبالثلاجة وتعيشون وتستلمون. ولهنا خلص يومنا. طبعا الساعة بالسبعة هسه حاليا دنيا العصر كلش راح يصير المغرب. عجبكم روتيننا؟ خلونا لايك وخلونا كومنت حلو. حبكم كومات وانتظرونا بالفيديو الجاي. باي باي.